السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ تعالى اقول لك على حاجة صغيرة جدا بتعملها بس بتحافظ فيها على حاجة كبيرة جدا في العربية. هنتكلم النهارده على الحاجة البسيطة ديت اللي هي كاوتشة الكوبلين. الكاوتشة ديت انا بشيك عليها باستمرار بصفة دورية متقاربة، وده عشان احافظ على الكوبلين بالكامل او على الدرايف شافت بالكامل او على العكوس. الكاوتشة ديت لما بتنقطع للاسف بتدخل تراب ورمل للكوبلين نفسه، وكمان الشحم بيبدا يخرج بره وبالتالي بيبوظ الكوبلين، وتضطر ان انت تغير الكوبلين. لو لقيت في تقطيع مع الملفات يبقى انت هتغير كوبلين خارجي، مش هتغير الكاوتشه بس. طيب مفيش تقطيع والكاوتشه اتقطعت بغير الكاوتشه بس. طيب عندنا في حاجه اسمها الكوبلين الداخلي. لو عندنا في مشكله في رجرجه جامد في العربيه على سرعه 40 بلاقي العربيه كلها بتترجرج، وكمان بحس ان المرايات كمان بتترجرج، يبقى كده كمان في مشكله في الكوبلين الداخلي. يبقى ساعتها هغير الكوبلين الداخلي كمان وليس الكاوتشه بتاعته. طب لما انا اغير الكوبلين الداخلي اتاكد ان قواعد الموتور بتاعتي سليمه مش بايظه، عشان لو انا غيرت بس الكوبلين الداخلي وسبت القواعد بايظه بعد فتره قريبه جدا هضطر ان انا اغير الكوبلين الداخلي تاني وانا مش عارف ايه السبب. وبس كده، سلام.